بيحكي صاحب القصة وبيقول: أنا اسمي ياسر وعمري دلوقتي 28 سنة، عايش مع أمي بعد ما أبويا الله يرحمه توفى، وأختي الوحيدة اتجوزت. أنا ليا أخت واحدة بس، وهي كانت أصغر مني ب3 سنين، وهي تبقى أهم حد في حياتي. حكايتنا بتبدأ من وإحنا صغيرين. في الوقت ده كان أبويا وأمي موظفين صغيرين، وكانت مرتباتهم بسيطة، وكانت عيشتنا يعني على القد. كنا عايشين أنا وأختي وأبويا وأمي في شقة صغيرة، والشقة دي عبارة عن أوضتين وصالة، وطبعا أوضة من الاتنين كانت بتاعت بابا وماما، والأوضة التانية بتاعتنا أنا وأختي. يعني أنا وأختي كنا عايشين في أوضة واحدة في بيتنا من وإحنا صغيرين، وكنا أنا وهي مرتبطين ببعض أوي وبنحب بعض. وكبرنا شوية وبابا وماما بعد كده بقوا بيروحوا شغلهم وإحنا بنروح المدرسة. كنت بخلص المدرسة بتاعتي وأفوت عليها في مدرستها لما تخلص وأخدها، وأنا كنت باخد بالي منها، وكمان بعتبر نفسي إنه أنا مسؤول عنها. وأنا ساعات اللي كنت بفهمها حاجة في المذاكرة، أو ممكن أحل معاها الواجب. وهي كانت بنت جميلة أوي، وأي حد يشوفها كان لازم يحبها. وعلى فكرة احنا طلعنا لقينا أمنا وأبونا بيحبوا بعض، وكبرنا شوية كمان أنا وأختي، وكل حاجة في حياتنا كانت ماشية بشكل طبيعي. وكان عمري في الوقت ده 16 سنة، وأختي كان عمرها 13 سنة. وطبعا انتم عارفين السن ده والتغيرات اللي بتحصل فيه. بس احنا عندنا في البيت يعني بابا وماما ما كانوش بيكلمونا عن سننا اللي احنا فيه، ولا كانوا بيقولولنا مثلا انه احنا كبرنا، ولا ينبهونا لأي حاجة. هم أبويا وأمي طبعهم كده، بس ده طبعا غلط، لأنه في سن ال16 سنة أنا بدأت أسأل أصحابي اللي معايا في المدرسة عن كل حاجة جديدة عليا. وأصحابي بقى كانوا بيفهموني ويبعتولي صور وفيديوهات، يعني زي ما انتم عارفين. وأنا كنت بتفرج على كل اللي كانوا بيبعتوه، وكنت بستكشف العالم الجديد عليا. وأنا كنت كمان بفرج أختي على الحاجات اللي أصحابي بيبعتوها لي، وما كنتش بخبي عنها حاجة، وكنت بحكي لها على كل اللي أصحابي بيقولوه. وعايزة أقول لكم إننا كنا بنسمع بابا وماما في أوضتهم. في الأول إحنا ما كناش فاهمين حاجة، لأننا كنا برضو صغيرين، لكن بعد كده لما كبرنا شوية فهمنا كل حاجة. وده لأنه بابا وماما أوضتهم كانت جنب أوضتنا على طول. وبعد كده بدأ يحصل تجاوزات، وإحنا كنا في أجازة الصيف وبنبقى قاعدين في البيت أنا وأختي في فترة الصبح، وبابا وماما بيبقوا في الشغل. وده طبعا ادانا فرصة أكبر إنه يعني الأمور تتطور وتوصل للحاجات التانية. وعلى فكرة أنا أختي ما كانتش بتعترض على حاجة، واستمرينا على كده لفترة طويلة، ويمكن لكام سنة. وطبعا في الفترة دي الأمور اتطورت جدا، وحصل كل حاجة، وهي ما بقتش بنتي. وأبويا وأمي كانوا ولا دريانين بحاجة ساعتها، وإحنا كنا قصادهم ولادهم المؤدبين المحترمين اللي بيسمعوا على طول كلامهم.
لكن أول ما بيخرجوا ولا بيروحوا شغلهم بنبقى أنا وأختي حاجة تانية خالص. ولفت الأيام وجريت السنين وكبرنا شوية كمان ودخلنا الجامعة، وبعد كده أنا خلصت كلية واشتغلت، وأختي كمان خلصت دراسة واشتغلت. لكن للأسف في الوقت ده بعد ما أنا وأختي خلصنا دراسة واشتغلنا للأسف أبويا توفى، ورغم إنه هو ما كانش كبير وما كانش عيان، وأمي حزنت عليه حزن كبير أوي لأنها كانت فعلا بتحبه. وبعد فترة بقت أمي تقول لأختي ما تيجي تباتي معايا في الأوضة وتسيبي الأوضة لأخوكي عشان ياخد راحته فيها. لكن أختي طبعا ما كانتش بترضى، وكانت بتقول لها أنا ما بحبش أغير مكان نومتي. وطبعا هي ما كانتش بترضى تسيب الأوضة عشان اللي احنا بنعمله. وأنا كنت عمري ما ارتبطت ولا حبيت ولا حتى صاحبت، أنا كنت بحب أختي وبس، وهي كمان عمرها ما كانت حبت ولا ارتبطت. ولما أختي كان عندها 24 سنة اتقدم لها عريس، وده كان أول عريس يتقدم لها، وهو كان أخو زميلتها في الشغل. والموضوع ده كان مفاجأة كبير ليا ومفاجأة غير سارة، لأني كنت متأكد إنها عمرها ما هتفكر تتجوز وتسيبني، خصوصا بعد اللي حصل. لكن للأسف هي فكرت وشافته وأعجبت بيه. وأنا لما عرفت كده سألتها يعني بيني وبينها طب هتتجوزي ازاي؟ انتي بتقولي موافقة عليه ومعجبة بيه وعايزة تتجوزيه، طيب هتتجوزي ازاي؟ وانا لقيتها ردت عليا وقالت لي ما تشيلش انت هم، انا هتصرف. وانا كان عليا في الوقت ده انه انا قبله لما يجينا، وانا خلاص بقيت راجل البيت ومكان بابا. وفعلا هو جاب أهله وجم زارونا في البيت واتعرفوا علينا، وأختي كانت فرحانة أوي بيه، وأمي كمان كانت مقتنعة وموافقة عليه. وهو بصراحة كان عريس كويس ومحترم ومؤدب، وكمان كان جاهز ماديا. وأنا الوحيد اللي ما كنتش مبسوط، لأني كنت معتبر أختي دي كانت حبيبتي وما كنتش عايزها تتجوز ولا يبقى لها زوج وتسيبني وتسيب البيت وتروح تعيش معاه. ولما أمي سألتني إيه رأيك، أنا حاولت أطلع لها فيه أي عيب، لكن بصراحة ما لقيتش. قعدت أفكر ليه كده في عيب وأقوله عليه، لكن ما لقيتش. وتمت الخطوبة، وأختي كانت في منتهى السعادة. وبعد وقت مش كبير تم الفرح، وراحت أختي البيت جوزها، وربنا سترها معاها وعدت على خير. وأنا في الوقت ده كنت بمر بأصعب وقت في حياتي، لأني كنت حاسس إنها مراتي ومش أختي. وطبعا من أول ما أختي عرفته واتخطبت له وهي كانت بترفض إننا نعمل أي حاجة، وده كان مخليني هتجنن ومش عارف أعمل إيه. وأنا كنت بتمنى إنه هي ترجع في كلامها إن شاء الله في آخر لحظة قبل الجواز وتقولي خلاص أنا مش عايزة أتجوزه وأسيبكم، أنا هفضل عايشة معاكم. لكن للأسف ده ما حصلش، واتجوزت أختي وراحت بيتها، وفضلت عايش مع أمي في البيت. وفي الوقت ده أنا كان عمري تقريبا 28 سنة، وفضلت تقريبا شهر كده زي التايه، حزين وحاسس إنه أنا تايه، وزي ما يكون في حاجة كبيرة
أو حاجة غالية عليا وضاعت مني، وفضلت أفكر في كل حاجة في حياتي. لكن أنا في الوقت ده عملت أكتر حاجة صح أنا عملتها في الدنيا، وهي إنه أنا قربت من ربنا، وبدأت أصلي، وبدأت أقرأ القرآن، وكمان انتظمت في الصلاة، وما بقيتش بفوت فرض. وأنا مش هتكسف إني أقول لكم إنه أنا عمري ما ركعتها قبل كده، ولا كنت عمري صليت، ولا كنت أعرف أصلي إزاي. أيوة، أنا بصراحة أبويا وأمي وإحنا صغيرين معلموناش نصلي، ويوم بعد يوم بدأت أتغير وأقرب من ربنا، وكنت حاسس إنه أنا سعيد ومرتاح أوي. ويا سلام على لطف ربنا وكرمه مع الواحد لما يقرب منه. قريت كتير وعرفت إنه اللي أنا وأختي عملناه زمان وإحنا صغيرين كان أكبر غلط وحرام، وفضلت وقتها أصلي واستغفر ربنا كتير أوي، واطلب منه يسامحني ويغفرلي. وخلاص بعد كده أنا نظرتي للدنيا اتغيرت، وكمان نظرتي لأختي، وبقيت أنا أخوها الكبير اللي بيمثل السند والظهر ليها بعد أبوها الله يرحمه. دلوقتي أمي بتلح عليا إنه أنا أتجوز، وإنه أنا يعني أدور على بنت الحلال اللي أكمل حياتي معاها. وأنا فعلا بدأت أفكر في كده، لأن بصراحة أنا عايزة أتجوز وأخلف وأكون أسرة، بس أنا مستني إنه الظروف المادية تتحسن شوية. لكن أنا لما يبقى عندي ولاد أنا مش هغلط مع ولادي نفس الغلطة اللي أبويا غلطها معايا، وهي إنه ما كانش بيتكلم معايا ولا يفهمني أي حاجة خاصة بسني. وكمان أبويا غلط في حاجة تانية، الله يرحمه ويسامحه، غلط إنه هو مخلانيش قريب من ربنا، ومعلمنيش الصلاة وفروض الدين من وأنا صغير. بس الحمد لله إنه ربنا نورلي طريقي لما كبرت، وعرفت حجم الغلط اللي كنت بعمله أنا وأختي، والحمد لله إنه هي اتجوزت وراحت تعيش في بيت جوزها.